السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ بتمنى تكونوا بألف خير. قبل ما ابتدي بقى في الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا دلوقتي. ها، اشتركوا في القناة لو مش مشتركين. تمام تمام ماشي. فيديو النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا 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 جدا، مهم قوي 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 يعني، وهو ركن من اركان الاسلام الخمسة، وهو الصلاة. معروف جدا ان الصلاة اصلا هي حاجة مهمة جدا، وان هي اللي بتميز المؤمن عن الكافر، وبتميز كل واحد عن التاني على حسب ديانته. هو بيصلي ازاي معروف ده مسلم ولا مسيحي ولا دينه ايه بالظبط. تمام. لازم اول حاجه واهم حاجه قبل ما تبتدي ان انت بقى انك انت تنتظمي في الصلاه، اول خطوه تعرفي عقوبه تارك الصلاه. انا عن نفسي عشان التزم في الصلاه بدات ان انا ابحث كتير على يعني واتفرج على فيديوهات عن عقوبه تارك الصلاه. ايه اللي بيحصل لي يوم القيامه؟ ايه هو حياته؟ بيبقى التأثير على عدم الصلاة وتركها دي بيبقى ايه تأثيرها على الحياة بتاعته، علشان اخاف والتزم في الصلاة. يعني يبقى كده في خشوع، ولازم انك وانت رايحة للصلاة كده تبقي رايحة وانت مبسوطة. تمام. اول حاجة النية. انوي حالا انك انت هتنتظمي في الصلاة، وده يبقى عهد بينك وبين ربنا. انت توعدي ربنا ان انا هلتزم في الصلاة، وانك مش هتفوتي اي صلاة. ومجرد انك خلاص حطيتي النية بتاعتك وعملتي وعد مع ربنا، تفتكري كل ما الاذان يأذن تفتكري ان انا وعدت ربنا، وان انا مش هقدر اخلف الوعد مع ربنا، ان انا ممكن اقطع في الصلاة. تمام. رقم 2 هو انك الدعاء. لازم تدعي ربنا كتير جدا ان هو يثبتك على الصلاة ويحببك فيها. ودلوقتي انا هقول دعاء تدعيه دايما علشان ربنا يثبتك على الصلاة، وان شاء الله هبقى هكتب لكم الدعاء دوت في صندوق الوصف. تمام. اللهم اجعل الصلاة قرة اعيننا، واعنا على ادائها على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا نعمة الخشوع التام فيها، واجعلها سكينة وطمأنينة لقلوبنا. كده انتي استعنتي بربنا. تالت حاجة المكان اللي انت بتصلي فيه. افرشي المصلية بتاعتك في مكان في الشقة بقى او في اوضة ما حدش بيعدي من عليه خالص، ودايما تخلي المكان دوت ثابت للمصلية، ما تشيليش المصلية من عليه ابدا. ليه؟ عشان ما تكسريش عن الصلاة. اول ما الأذان ما يأذن المصلية مفروشة وكل حاجة متهيئة، الجو كله متهيألك ان انت رايحة تصلي. تمام. رقم 4 الوضوء. حاولي طول الوقت ان انت برضو تكوني متوضية علشان ما تكسريش عن الصلاة. ده هيساعدك جدا انك ما تكسريش برضو. دي كل احنا دايما مثلا بنبقى في نيتنا ان احنا نصلي، بس بنحس ان احنا مش قادرين مكسرين. فانت لما في الجو يبقى مسموح لك ان المصلية مفروشة في مكان معين، وان انت هدوم الصلاة متعلقة في مكان برضو قريب من المصلية، وان انت متودية طول الوقت، فده هيساعدك انك هتلبسي وهتصلي على طول في ساعتها. بيسهل برضو يخليكي مش بتكسري. خامس حاجة السرعة. اول ما تسمعي الاذان قومي صلي على طول، سيبي اي حاجة في ايدك وقومي صلي، اجري على طول على المصلية وصلي. ودايما حاولي تلتزمي بالقواعد بتاعة الصلاة ديت علشان تلتزمي فيها بجد، وان شاء الله بإذن الله بعد ما تنتظمي عليها ودايما تحطيهم في دماغك. يعني حطي الخمس قواعد دول في دماغك، انت مش هتنسي، مش هتأثري في الصلاة ان شاء الله بإذن الله. وهتلاحظي اصلا فرق في حياتك، انت هتبقي مرتاحة، هتحسي ان انت مرتاحة جدا في حياتك. كل حاجة بيبقى فيه بركة في اليوم، بركة في الوقت. المذاكرة بتاعتك هتبقي مبسوطة. يعني الموضوع بسيط خالص، بس هو مفيش حاجة بتيجي بالساهل. ومرة على مرة ان شاء الله بإذن الله هتلاقي نفسك اصلا يعني مش محتاجة انك تفكري في اي حاجة. انت مجرد بتلاقي نفسك تلقائي اول ما اذان بيأذن بتقومي تتوضي وتصلي وتلبسي وخلاص كده. وبكده نبقى اتكلمنا عن الخمس قواعد تبع الصلاة، اللي هي النية، الدعاء، المكان، والوضوء، والسرعة. دايما نفكر فيهم على طول، وتفتكري وعدك لربنا انك انت وعدتي ربنا وعملتي عهد ان انت مش هتقطعي في الصلاة ومش هتتركيها.
وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو النهاردة. فيديو كده خفيف كده بسيط سريع. بتمنى يفيدكم كلكم. على فكرة الفيديو ده بقى بنات وولاد اتفرجوا عليه وتابعوا. بتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه كلكم كتير جدا. هستنى رأيكم في التعليقات، وعايزاكم كمان تقولولي على افكار فيديو جديدة بقى بعيدا عن الخلطات بقى والتجميل والبشرة والشعر والكلام ده. عايزاكم تقولولي افكار جديدة للفيديوهات انتوا تحبوا ان انا اعملها. عايزين ننوع في الفيديوهات، وان شاء الله بإذن الله ألبي بقى كل الطلبات اللي انتوا عايزينها في الفيديوهات والافكار الجديدة. وكمان في حد قال لي في التعليقات، واحدة اسمها عائشة حبيبتي، طلبت مني قالت لي اعمل فيديو سؤال وجواب Q&A. ده حلو وعجبتني قوي فكرته. فانتوا لو عايزين تعرفوا عني اي حاجة وتسألوا في اي حاجة فانتوا تقدروا تسألوني في التعليقات، وان شاء الله هجمع كل الاسئلة ونعملها ونقسمها على فيديو، على كام فيديو كده، ونرد على كل بقى الاجابات بتاعتكم. بتمنى الفيديو يعجبكم، وتقولوا لي برضو افكار جديده بكررها تاني. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. بحبكم كتير جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.